شايف الأرض اللي قاعد عليها دي وسامع الناس عمالة تقول الأرض مش هتستحمل كمية الصواريخ اللي بتنزل عليها دي. بس لأ، أنا جاي أقولك استحملت أكتر. اسأل الكون يجاوبك آريان. محيط الصحارى. وصلنا الحلقة اللي فاتت إن الكواكب الصخرية اتكونت من اتحاد الكواكب الأولية والأتربة وكده. بس الموضوع مش بالسهولة دي. خد بالك، المرحلة الواحدة عشان تكمل محتاجة ملايين السنين. بس اختصارا للوقت قلتلك الموضوع بالتبسيط. ماشي. طب ماذا بعد؟ يعني بعد الصخور ما خبطت في بعض وكونت كتلة كبيرة يقال عليها كوكب. أقول لك أنا، من قوة التصادم والاحتكاك بتاعته ولدت طاقة درجة حرارتها من 2000 ل5000 درجة مئوية. ودي خد بالك مش اللب الداخلي بتاع الأرض، لأ دي درجة حرارة السطح. عشان تتخيل الرقم، دي قريبة جدا من درجة حرارة الشمس اللي هي 5500 درجة مئوية. ودي ممكن تصهر أي حاجة في وشها، صخور، حديد، سلكيات، والأرض بقت شبه الجحيم. كل حاجة سايحة. بالمرحلة دي أصل التمايز. التمايز. التمايز معناه إن الحاجات اللي كثافتها تقيلة تبقى قريبة من اللب الداخلي، يعني تغوص، والحاجات اللي كثافتها خفيفة تبقى قريبة من القشرة الأرضية. عشان كله بقى سائل، الصخور عشان كثافتها خفيفة تطفو وتتبلور وتعمل القشرة الأرضية. دي كانت من حوالي 4.4 مليار سنة. في حاجة اسمها بلورات الزركون، خليك فاكرها، هنرجع لها بعدين. تكون الغلاف الجوي. يعني ايه غلاف جوي؟ هو مجموع غازات تحمي الأرض من الإشعاعات الكونية والشمسية. يبقى كده احنا لازم لنا غاز عشان يعمل غلاف جوي حتى لو ضعيف. طب هنجيب الغاز منين؟ هنشوف بقى الصخور اللي انصهرت في التمايز، عشان كل صخرة بتطلع غازاتها في الانصهار. فطلعوا ايه؟ ميثان ونيتروجين وغازات سامة تانية. وما كانش فيه أكسجين. طب الأكسجين جه منين؟ تعال أقولك. مرحلة القصف الشديد المتأثر. دي بدأت من حوالي 4.1 مليار سنة واستمرت ل 300 مليون سنة. ودي يعتبر فترة مراهقة النظام الشمسي. طب ايه المرحلة دي؟ بيقولك بقى ان البشوات الكبار المشتري وزحل معجبهمش مدارهم، فانحرفوا عن المدار. في انحرافهم ده زقوا حزام الكويكبات على الكواكب الداخلية بسبب خلل في الزمكان. حتى الزمكان بيختل من المراهقة، مش الهرمونات بس. فبعد كده الكويكبات اللي نزلت علينا دي كانت محملة بالثلج والأكسجين. فلما نزلت عملت طاقة واحتكاك في الأرض، وتعادت مرحلة محيط الصهارى والتمايز. فالقشرة الأرضية اتعملت من جديد، أو بمعنى أصح أعيد تدويرها. ولما التمايز اتعاد طلع معاه بقى الأكسجين وثاني أكسيد الكربون اللي كان جاي من الكويكبات وعمل غلاف جوي قوي. فاكر بلورات الزركون اللي قلت لك خليك فاكرها؟ دي يا باشا فايدتها ايه بقى؟ اننا كنا عايزين نعرف عمر القشرة الارضية الاولى مش التانية، خد بالك، اللي هي قبل مرحلة القصف الشديد المتأخر. عشان زي ما قلنا قوة تدوير القشرة الأرضية، بس لحسن الحظ البلورات دي الصغيرة فمعادش تدويرها. فإحنا عرفنا إن القشرة الأرضية الأولية كانت من 4.4 مليار سنة. القشرة اللي احنا عايشين عليها دي من 3.8 مليار سنة. بعد اللي احنا قلناه ده كله، هل الأرض هتستحمل الصواريخ دي ولا لأ؟ واسأل الكون. يجاوبك آريان. وآه المصادر في الثدي من الحصان.